هاي حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. مرحبا بكم معايا. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم رغيفات اللي غزالين. شوفوا كيفاش كيجيو مرقين في الفرن. رغيفات معمرين غزالين غزالين على شكل بسطيله. صراحه كيجيو غزالين بلا من الورقه ديال البسطيله، غير بعجينه المسمن كيجيو فنين. شوفوا التقرميشه كيفاش عامله. صراحه كيجيو مرقين بزاف ومقرمشين وكيجيو فنين. جربوهم ردوا عليا. ما تنساوش من لي لايك اشتراك تفعيل الجرس. بارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم مع صحاباتكم باش دائما يوصلكم الجديد. كيف ما كنقول لكم اخواتي دائما غنبقى ننزل لكم فيديو مغاير، مره على الخياطه مره على الوصفات. ما غاديش ندير لكم غير محتوى واحد ديال الطبخ، وانما غادي نبقى ندير لكم لي فيديو مختلفين. ولكن دعموا لي القناه ديالي طلعوا لي يعني لواحد الدرجه اللي اقصى درجه طلعوها. المهم اخواتي، كيف ما كتلاحظوا هنا شوفوا كيفاش كيجيو غزالين ومورقين وفنيونين. صراحه المذاق راه كيجي رائع. ما نقولش لكم على المذاق كيجي فعلا. جربوا وردوا عليا في لي كومونتير. هنا ان شاء الله نبدا معكم في المقادير مع طريقه التحضير. وهنايا كيف ما كتلاحظوا انا كنوضع في الدقيق. بالنسبه للدقيق غنوضعوا زلافه فرينه مع زلافه الفورص. مهم بالنسبه للمقياس راه كل واحد كيبقى على حسب الافراد العائله. هنا واحد المعلقه ديال الخل كيف ما كتلاحظوا، معلقه زيت روميه. مهم قد ما نتوما كتضعفوا في المقادير قد ما نتوما كتزيدوا، يعني زيد الماء زيد دقيق كما كنقولوا. هنايا عندي واحد المعلقه ديال العسل او معلقه سنيده، ديكربونات، الملحه. صافي نجمعوا بمية دافيه، دلكوها مزيان، حاولوا نجمعوها. المهم اخواتي هنايا حاولوا انكم ما ترخفوش العجينه بزاف. العجينه تبقى شاده في راسها شويه، تبقى قاصحه شويه. هنا كيف ما كتلاحظوا انا جمعتها في واحد المقله اللي غادي نوضع فلفله حمراء وفلفله خضراء وهذا والبصله. غادي نوضع عليهم شويه زيت ونشعل عليهم في مقيله. ثم غادي نضيف صدر دجاج مقطع. مهم ثم زيدوا يا اما صدر دجاج يا اما الكفته. هذا لادان. المهم ديروا اللي يعجبكم، كيبقى اختياري. اللي متوفر عندكم في الدار ضيفوه. كون لكم تضيفوا حتى الطون. هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما دابت البصله وبدات كطيب هذا الحشوه ديالنا، دابا نبدا نضيف العطريه. معلقه تحميره، معلقه سودانيه او الهريسه، سكينجبير، خرقوم، معلقه. ثم غادي نضيف العطريه ديال الشاورما. بالنسبه لهذه هي تكون معلقه مقياس. المهم نحرك مزيان باش تشرب العطريه مع الحشوه. وغادي نضيف زيتون مقطع وقزبر ومعدنوس كيف ما كتلاحظوا. المهم نحرك هنا حتى كطيب الحشوه عاد كنضيفوا على العطريه كتجي غزاله. ثم غادي نضيفوا الشعريه الصينيه اللي ديجا خويت عليها الماء طايب حتى طلقات وقطعتها بالمقص. المهم ديروها في واحد الاناء، كبوا عليها الماء طايب حتى تطلق، قطعوها بمقياس صاي. ودابا غادي ندوز العجينه اللي خليتها تطلق، نقطعها نديرها كويرات صغارين بحال غادي نجي تريد هذا رغيفات معمرين، رغيفات عاديين مربعين. ندوب شويه الزبده باش نورق. مهم كيف ما كتلاحظوا عندي واحد المعلقه ديال مايزينا اللي غادي نخلطها مع شويه الفورص. ويستحسن انكم تزيدوا عليها واحد خماره ديال الحلوى باش كتعطي داك التوريق غزال الصراحه. هذه يمكن لكم انكم ديروها حتى في رغيف مع عاديين او الملاوي الا بغيتوهم يجيو مورقين. ديروا هاد الطريقه هذه.
هنا كيف ما كتلاحظوا اخواتاتي انني كنطلق في رغيفه، نطلقها مزيان كما كتلاحظوا، نرش الدقيق مع ديك الخماره مع مايزينا بهذه الطريقه بحال هكذا. صافي المهم ندوز عليهم كاملين نورقهم هيدا ندير الدقيق ومايزينا والزبده مع اللي درت مع الزيت ونربعهم، نديرهم مربعات ونحطهم على جانب يعاودوا يطلقوا. ابخي بعد ما غادي نطلقهم كاملين نربعهم وننزلهم، غنجيب واحد الغلاقه او اي حاجه عندكم دائره على شكل دائره، نزل ديك الرغيفه اللي ديجا نزلت مورقه وندير عليها الحشوه بهذه الطريقه هذه. صافي ونجمع الجوانب. عندكم فرماج احمر بغيتو تزيدوه زيدوه، كيبقى يعني الاضافه اختياريه. صافي كنجمعوها بهذه الطريقه بحال هكذا. صافي وها هي الرغيفه ديالنا معمره موجوده. كنستمر بهذه الطريقه يعني كاملين كندير لهم نفس الطريقه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، كلشي واضح وباين. راه البنات كيجيو غزالين، ما نقولش لكم كيجيو فنين. المهم نهز شويه الحشوه دابا غنزل هنايا حتى نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الرغيفات اللي عندي كاملين. نجمع كل شيء بهذه الطريقه، ما تخليوش شي بلاصه تبقى مفتوحه اللي غادي تطيح منها العماره. ونستفهم في واحد الاناء اللي يكون عليه ورق الزبده، او ندهنوا المول او الطاوه ديالنا بالزبده ونرشوها بالدقيق. عندكم ورق الزبده نديروا ورق الزبده. ايوا صافي حبايبي نستمروا بهذه الطريقه كاملين تنسالي جميع المربعات اللي ديجا وجدت وحطيتهم. ابخي غادي المهم دابا غنكون شعلت الفران وخليته على جنب يسخن. صافي غادي نكملهم كاملين ونخشيهم في الفران كيف ما كتلاحظوا. عفوا ندهنهم بالزبده والبيض، اولا المهم ديروا صفار د البيض، كيبقى اختياري. شوف بالنسبه للزواق كيبقى اختياري، يمكن لك انك تدهنيه بالبيض وديري عليه مجنجلان كيجيو غزالين. وندخلوهم في الفران وهنايا كيف ما كتلاحظوا ها هو من بعد ما خرجتهم من الفران وطابوا كيجيو الصراحه غزالين بزاف. شوفوا كيفاش جاو محمرين وزوينين. مهم تبعوا الطريقه راه كتجي زوينه وكتجي غزاله بزاف. شعلوا عليهم العافيه من التحت حتى يطيبوا ويتنفخوا، عاد شعلوا لهم العافيه من الفوق، اولا الا عندكم فران الضو شعلوا من الفوق ومن التحت. صافي كيطيبوا في دقه واحده كيجيو غزالين ومقرمشين ولذاذين. ما نقولش لكم بواحد اللذه فيهم كتجي فنه غزاله. ما تنساونيش ملي لاك بارطاج مع الاهل ديالكم مع صحباتكم، دعموني باش نبقى دائما ننزل لكم الجديد ان شاء الله باذن الله. وشكرا بزاف الى وصلتوا حتى الاخر ديال الفيديو، كنشكركم بزاف وبارطاجيو الفيديو باش الماكسيمو يطلع. شكرا بزاف.